أهلا بيكم معانا. النهاردة بنفتح موضوع مهم لناس كتير قوي. إزاي نقدر نزود دخلنا ونطور نفسنا في شغلنا اللي احنا فيه؟ يعني بعيدا عن فكرة إن لازم نسيب الشغل ونبدأ مشروع عشان ننجح ماليا. أهلا بيكي. وفعلا الموضوع ده أساسي، لأن الغالبية العظمى من الناس أصلا موظفين. والخبر الكويس إن في خطوات واستراتيجيات فعالة جدا ممكن تتعمل جوه الشركة نفسها وتفرق جامد. ممتاز. هو ده السؤال بقى. نعمل إيه بالظبط كموظفين عشان نزود دخلنا وكمان ناخد خطوات لقدام في مسارنا المهني جوه المكان اللي احنا فيه؟ يلا بينا كده نفصص الموضوع ده واحدة واحدة. يلا بينا. طيب خلينا نبدأ يمكن بأهم حتة في الموضوع كله، علاقتك المباشرة بمديرك. يعني بناء علاقة قوية إيجابية صحية مع المدير، دي خطوة أولى ومفتاحية. بالظبط، هي دي البداية فعلا. المدير ده هو اللي في إيده يفتح لك فرص، يرشحك للترقية، يساعد في زيادة مرتبك. أيوة، ومن هنا الموضوع بيبدأ يبقى شيق فعلا. واللي يمكن مش كل الناس بتاخد بالها منه إن تأثير العلاقة دي بيروح لأبعد من الشغل نفسه. بيأثر على صحتك النفسية، سعادتك اليومية، إنتاجيتك كمان. إزاي ده؟ بصي، لما تكوني قلقانة طول الوقت من رأي مديرك فيكي أو حاسة إنه مش مقدر شغلك، ده ضغط نفسي رهيب. ممكن يبقى أكتر من ضغط مشاكل تانية شخصية، عشان في عنصر عدم اليقين ده. صح صح. والعكس طبعا صحيح. لما العلاقة تبقى كويسة وفيها ثقة، ده بيديكي راحة نفسية وسعادة بتنعكس على يومك كله. تمام، بس هنا ممكن حد يقول طيب إزاي أعمل التوازن؟ يعني أبني علاقة كويسة بس في نفس الوقت أحافظ على شخصيتي واستقلاليتي في الشغل والتفكير. سؤال مهم جدا. التوازن بيجي من الاحترام المتبادل والاحترافية. العلاقة القوية مش معناها إنك توافقي على كل حاجة وخلاص. طبعا. لا، معناها إن في تواصل فعال، إنك فاهمة هو عايز إيه وهو فاهم وجهة نظرك حتى لو مختلفة، بس بتتقال باحترام. الهدف علاقة صحية مش تبعية. اتكلم عن نفسه دي مش دايما بتمشي. للأسف لا. والسبب بصراحة منطقي جدا. المديرين أغلبهم مشغولين جدا وعندهم ألف حاجة في دماغهم ومسؤوليات كتير. طبيعي. صعب قوي إنه يتابع كل تفصيلة بتعمليها أو يبقى عارف كل مجهود بتبذليه لوحده كده. عشان كده مسؤولية إنك تظهري قيمة شغلك دي بتقع عليكي أنت كمان جزئيا على الأقل. طب نعمل ده ازاي بشكل عملي؟ في كذا طريقة. مثلا اجتماعات المتابعة الدورية اللي هي الوان اون وانز. بدل ما تدخلي مش محضرة أو مستنية المدير يسأل، لا، حضري أنت نقط واضحة. زي ايه مثلا؟ زي مثلا إيه أهم الحاجات اللي اشتغلت عليها الأسبوع ده؟ إيه التحديات اللي قابلتك محتاجة مساعدة في إيه؟ وكل فترة كده ممكن تخصصي جزء من الاجتماع للكلام عن تطويرك المهني. طموحاتك إيه؟ محتاجة تتعلمي إيه عشان توصلي للخطوة الجاية؟ فكرة كويسة دي. يعني ما بقاش مجرد اجتماع روتيني. بالظبط. افتكري دايما، المهم مش بس اللي بتعمليه، المهم كمان الصورة اللي عند مديرك عن اللي بتعمليه. وفي فكرة تانية بسيطة جدا بس بتفرق. اللي هي؟ ملخص الإنجاز الأسبوعي. ممكن تبعتي إيميل صغير كده كل يوم 2 الصبح، في أهم نقطتين 3 أنجزتيهم الأسبوع اللي فات، وإيه أهم أولوياتك للأسبوع ده. مش هياخد 5 دقايق، بس بيعمل وضوح رهيب عند المدير. حلو قوي. طيب نيجي بقى لطريقة الكلام نفسها، سواء في الاجتماعات دي أو في الإيميلات. إزاي نوصل اللي عايزينه بشكل مؤثر أكتر؟ تمام. في تكنيكين صغيرين كده ممكن يفرقوا جدا. الأول، حاولي دايما تركزي على أنت اللي هو الطرف التاني، المدير أو الشركة، بدل ما الكلام كله يبقى أنا. مش فاهمة قوي، يعني إزاي؟ مثلا بدل ما تقولي أنا عايز هتعلم المهارة الفلانية عشان أكبر، ممكن تقولي أنا شايف إن تعلم المهارة دي هيساعدني أساهم بشكل أفضل في تحقيق هدف القسم بتاعنا اللي هو كذا وكذا. يعني بربطها بفايدة للشركة أو للمدير. بالظبط كده. إزاي شغلك أو تطورك ده هيفيد أهدافه هو أو أهداف الشركة. التكنيك التاني هو اللي ممكن نسميه ترويض الأخطبوط. ترويض الأخطبوط إيه ده؟ عشان تتجنبي الكلام اللي بيروح في كل حتة ومش منظم، بالذات لما تتسألي سؤال عام شوية، زي إيه التحديات اللي بتقابلك أو إيه رأيك في الموضوع ده؟ ساعات الواحد بيتوه. أيوة. فالأفضل إيه؟ خدي ثانية فكري، حددي مثلا 3 نقط رئيسية عايزة تقوليهم. ابدأي كلامك بإنك تقولي النقط دي كمقدمة. أنا شايف إن في 3 تحديات أساسية، الأول كذا، والتاني كذا، والتالت كذا. تمام. وبعدين اشرحي كل نقطة باختصار، وفي الآخر لخصيهم تاني بسرعة. ده بيدي انطباع بالثقة، بالتنظيم،
وبإنك محضرة كويس. حلو قوي فكرة ترويض الأخطبوط دي. طيب النقطة اللي بعد كده ليها علاقة بالجو العام بقى، وهي إنك تكوني مصدر للطاقة الإيجابية. دي نقطة مهمة جدا فعلا. الأبحاث في بيئات العمل بتوري إن الناس اللي بيتشافوا على إنهم إيجابيين محفزين، الناس بتحب تشتغل معاهم، دول غالبا بيحصلوا على تقييمات أحسن، ترقيات أكتر، وبيبقوا أنجح بشكل عام. يعني مش معنى كده إن الواحد ما يتكلمش في المشاكل. لا طبعا، مش معناه تجاهل المشاكل، بس معناه إن حتى وإنتي بتتكلمي عن مشكلة يبقى عندك توجه إيجابي نحو الحل، مش مجرد شكوى. الناس بطبيعتها بتحب تشتغل مع حد بيريحهم نفسياً وبيضيف طاقة حلوة للمكان. صح. والطاقة الإيجابية دي يمكن هي اللي بتدي الواحد الجرأة ياخد الخطوة الأخيرة اللي هنتكلم فيها، وهي المبادرة بقى في الكلام عن التطوير المهني والراتب. فعلاً، ما ينفعش نستنى الحاجات دي تجيلنا لوحدها، لازم ناخد المبادرة. وهنا في كذا حاجة عملية ممكن تتعمل. زي إيه؟ أولاً، زي ما قلنا في حتة الوان اون وانز، ممكن تطلبي اجتماع مخصوص لمناقشة تطورك الوظيفي. يعني يبقى عنوان الاجتماع نفسه واضح، مناقشة التطور الوظيفي، ده بيدي أهمية. تمام. تانياً، حاولي تبني علاقة ولو بسيطة مع مديرك، السكيب ليفل مانجر. ما تخافيش من الخطوة دي، كتير من قرارات الترقيات والمستقبل الوظيفي بتتخذ بشكل جماعي، مش بس من مديرك المباشر. نقطة مهمة دي فعلا. ثالثاً بقى، لما تيجي لحظة الكلام عن زيادة المرتب، جربي تستخدمي أسئلة مفتوحة اللي بتبدأ بإيه أو إزاي. زي مثلا إيه الخطوات اللي ممكن ناخدها سوا عشان أقدر أوصل لزيادة في المرتب خلال ال6 شهور الجايين؟ أو إزاي ممكن نقيم أدائي بشكل يوصلنا لزيادة؟ يعني بدل ما أطلب زيادة وخلاص أو أسأل هاخد زيادة. بالظبط. الهدف إنك تخليه شريك معاكي في الوصول للهدف ده، مش مجرد طرف مطلوب منه قرار بآه أو لأ. حلوة قوي. يبقى كده لو لخصنا بسرعة، النجاح جوه الوظيفة وزيادة الدخل محتاجين مجهود واعي واستراتيجية، يعني مش صدفة. تماماً. علاقتك بمديرك، طريقة تواصلك اللي بتظهر بيها قيمتك ومجهودك، طاقتك الإيجابية في المكان، وإنك تاخدي زمام المبادرة بنفسك في الكلام عن مستقبلك، كلها حاجات بتكمل بعضها. وممكن نضيف حتة أخيرة، وهي إننا لو فهمنا إن الشركات دي في جوهرها عبارة عن تجمعات ناس، يعني كيانات اجتماعية بتعتمد على العلاقات والتعاون الداخلي عشان تنجح في السوق، فهم الديناميكية دي نفسها بيساعدنا نتحرك جواها بذكاء وفعالية أكبر. جميل. ونختم بقى بسؤال كده للتفكير. يا ترى لو غيرنا تغيير بسيط قوي في طريقة تحضيرنا لاجتماع واحد أو في أسلوب كلامنا في إيميل واحد، ممكن ده يكون بداية فرق كبير إزاي في شغلنا وحياتنا المهنية على المدى الطويل؟ فكروا فيها، وبنشكركم جدا على متابعتكم.